السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان، فيديو جديد اللي غادي يكون مليء بالمعلومات القيمة والمفيدة. فقط نكملوا فيديو حتى الاخر ونديروا غير لايك باش ينتشر المحتوى ونوصلوا الصوت ديالنا. المهم نبداو على بركة الله بخبر مفاجئ واللي كان مفرح جدا الحمد لله، واللي غادي يكون العكس الخصم ديال فريق بركان والجيران ديالنا خصوصا كاملين اللي يقدر يخليهم يعاودوا نفس السيناريو، هو انهم ما ياخذوش الماتشات مع بركان بسبب التوني ديال بركان اللي راكم فاهمين الكونسيبت ديالو كامل، واللي كان دار ضجه كبيره. وبهذا غادي ينسحب اتحاد العاصمه اللي كان الخصم ديال نهضه بركان من دوري ابطال افريقيا، وغادي يتعرضوا لعقوبات اخرى قاسيه من طرف الكاف. وهذا الشيء راه كان ديجا وقع العام الفايت، بحيث كان قرر اتحاد العاصمه رسميا انه انسحب من مباراه دومي فينال، وبهذا كيتاهل نهضه بركان الفينال كاس الكونفدراليه الافريقيه. وبقات القضيه في يد الكاف، وكان خرج مستشار رئيس نادي اتحاد العاصمه وقال انه في حاله اتخذت الكاف شي قرار اللي ماشي في صالحهم غادي يلجؤوا ليه ثلاث هيئات دوليه، واللي ما كانش ذكر الهويه ديالها نهائيا. وهذا الشيء بالضبط هو اللي وقع، بحيث فريق بركان هو اللي تحسب رابح في الماتش حسب القوانين وباجماع جميع الخبراء والمحللين، وكان هذا ايضا هو القرار النهائي اللي خرجت به الكاف. وكانت صفعه قويه للجيران، بحيث كان هذا الشيء ثار ضجه كبيره بزاف، ولا جميع مواقع التواصل الاجتماعي كدوي على هذه القضيه. فمع البدايه ديال المسابقات الافريقيه والقاريه، بركان عندها ماتش مع اتحاد العاصمه مره اخرى ومع شباب قسطنطينه ايضا، واليوم خرجت الكاف موافقه ديالها او الموافقه ديالها بخصوص اعتماد بركان نفس التوني بالخريطه المغربيه وسط في جميع المنافسات الافريقيه، وانه هذا امر عادي جدا خصوصا قانونيا. حيت الا كنتو كتفرجوا غير في لي ماتش ديال المنتخبات الافريقيه فراه كاين منتخبات اللي كانوا كيديروا نفس البلان، وهذا امر عادي جدا. مع اصدار هذا الخبر هذا اليوم، وهو ديال موافقه لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يعتمد فريق نهضه بركان نفس القميص المغربي واللي كيتضمن خريطه المملكه المغربيه كامله. هادشي هذا شكل ضجه كبيره في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرياضيه الجزائريه، اللي ثارت ثائره مباشره بعد القرار، وراه غادا تنوض روينه عاوتاني. وغادي هادشي هذا غادي ينتشر كثيرا عاوتاني في مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي يخرجوا لي بلاطو والصحفيين وغادي يتكلموا على هذه القضيه هذه جيدا، خصوصا الماتشات جوج ديال بركان ضد قسطنطينه وضد اتحاد العاصمه. فكيف ما عارفين كاملين ان الجيران غادي يوجهوا ايضا هذه القضيه هذه للكره المغربيه وللجامعه المغربيه ولفوزي القجاء كما العاده اللي هو رئيس ديال الجامعه المغربيه. صراحه داير خدمه نقيه في نظري انا، واللي واقف على الكره المغربيه، وبسبب هذا السيد هذا وكنظن انه هو كان عامل اساسي في تطور الكره المغربيه بشكل لافت، لا من ناحيه المنتخب ولا من ناحيه الفرق والنوادي. فهذا السيد هذا داير خدمه نقيه، ولكن كيتعرض الكثير من الانتقادات، راكم عارفين شكون اللي كينتقدوا، وراه ديما مغرب وبركان دارت قضيه اللي زوينه. انا صراحه معجب بهذا القرار هذا او بهذا الشيء هذا لو جيست اللي دار فريق بركان، واللي كيعطيه قيمه شخصيه واعتزاز بالوطن وفخر بالوطن. وشكرا جزيلا لفريق بركان اللي كيشرف المغرب في القارات الافريقيه. بحيث هذا القرار هذا يقدر عاوتاني يدفع اتحاد العاصمه الجزائري لكره القدم باش يدير او باش ينسحب مجددا من المنافسات الافريقيه الى تقرر مواجهه الفريق المغربي خلال دوري ابطال افريقيا. وهذا ماتش كاين اللي غادي يعرف مشاركه اتحادات العاصمه وشباب قسطنطينه لفريق نهضه بركان اللي غادي يطيحوا في المجموعه الف وجيم، بينما كيتواجد نادي بركان في المجموعه باء، وغادي يتلاقاو بجوج ونفس السيناريو غادي تعاود ونفس القضيه غادي تعاود. وكنظن انه ما غاديش يخوضوا المباريات ضد فريق نهضه بركان، فنهضه بركان كتمناو ليه كاملين التوفيق، وان شاء الله يدي هذا الكومبيتيسيون علاش لا هو ولا اي فريق اخر مغربي. المهم انهم غادي يجيبوا العز والفخر للمغرب، وديما بركان وديما رجاء وديما وداد وديما ديما الماس ديما طنجة. حنا كنشجعوا جميع الانديه المغربيه، انا شخصيا الاخوان كنشجع جميع الفرق او جميع الانديه المغربيه، فقط يجيبوا العز اي فريق كان ما عنديش مشكل. هادشي كنهضر على القارات الافريقيه، اما البطوله المغربيه فهذا شيء اخر. فالاخوان ما كرهتش تعطيوني الراي ديالكم بخصوص هذه القضيه هذه، شنو كتوقعوا من فريق نهضه بركان وفريق نهضه قسطنطينه واتحاد العاصمه؟ كيفاش غادي يكون هادشي؟ واش غادي تعاود نفس السيناريو بالضبط؟ واش غادي تعرضوا لي الكاف غادي تدخل عاوتاني في هادشي بعقوبات او بقرارات صادمه؟ ما عرفنا شنو جاي، ولكن نفس السيناريو غادي تعاودوا. انا متاكد ان هاد جوج فرق ما غاديش يبغيو يلعبوا ضد بركان، وراه التوني راه قانوني جدا
وراه منتخبات بزاف كيلعبوا بخريطات البلاد ديالهم في التوني ديالهم. الا شفتوا غير الماتشات عفوا الاخيره ديال المنتخب الوطني المغربي، كنظن الا باقي عاقل ضد لي سوطو اللي كانوا يلعبوا بالخريطه في التوني ديالهم. الا رجعتوا الماتش ديال ليسوتو غادي تشوفوا ان اللاعبين ديال منتخب ليسوتو فراه الخريطه ديال البلاد ديالهم على التوني ديالهم، وهذا امر عادي جدا. يقدر حتى حنا المنتخب المغربي يدير الخريطه والمنتخب الجزائري يدير الخريطه في التوني ديالو، هذا امر عادي. فقط ما عرفتش شنو واقع للجيران ديالنا ومالهم معنا، والله يهدي ما خلق، وهادشي اللي كاين. وراه حنا خوا خوا وما كاين عداوه. وشكرا جزيلا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو قادم. تلفات لي الهضره الاخوان عفوا. تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. شكرا على المشاهده. بغيت نقول لكم الا وصلتي حتى لهنا طابي لي 5 في لي كومونتير باش نعرفك كملتي الفيديو حتى الاخر. مع السلامه، نتلاقاو غدا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا الاخوان على المشاهده ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المساندة ديالكم والدعم للقناه. المهم الاخوان ما تنساوش ضروري الاشتراك وعطيونا لايك الفيديو باش الفيديو يطلع وينتشر للعديد من الناس. حنا ان شاء الله غادي نواكبوا معكم كل ما هو جديد عن الكره المغربيه، سواء المنتخبات سواء الانديه سواء الاخبار ديال الشخصيات المغربيه. المهم كل ما هو جديد غادي تلقاوه هنا في لاشين مقاد فيديو زوين ناضي، غادي تجي غادي تفرج وغادي تستمتع فقط. ما تنساوش الدعم ديالكم حيت بزاف الناس كيتفرجوا كينساو عفوا يديروا اشتراك القناه باش يوصلهم الجديد، وبالتالي ما كيطلعوش لهم فيديوهات جديده. كما كتشاهدوا الاخوان فرحنا مواكبين معكم كل ما هو جديد، وكل نهار فيديو جديد وانتم كتفرجوا. اليوم البارح دائما فيديو. شكرا على المشاهده ديالكم، هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.